السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة يوميات أسماء عدلي. أسماء النهاردة جاية تعمل معاكم رز بلبن بتكاته وحركاته وكل حاجة بحذافيره بقى من أوله لآخره. بصوا بقى المكونات بتاعتي سهلة وبسيطة مفيهاش أي حاجة. طبعا 2 كريم شانتيه، معلقتين نشا، 2 فانيليا، كوباية ونص سكر، 2 كيلو لبن، كوباية رز. اللي بعمل انا كوبايه الرز دي بعمل عليها 2 كيلو لبن، بيطلع بجد تحفه في منتهى الجمال. واتنين فانيليا مش واحد بس عشان هما 2 كيلو لبن، واتنين كريم شانتيه عشان هما 2 كيلو لبن برضو. لو هتعملي يعني هتعملي مثلا نص الكميه، يعني مثلا كيلو لبن واحد بس، يبقى هتعملي نص الكميه بتاعت الكريم شانتيه والنشا والكلام ده كله. كده مقاديرنا ايه مظبوطه وحلوه، وهيطلع الرز في منتهى الروعه في منتهى الجمال. طبعا حطيت الميه على النار هنا ايه، هديها بس غلوه كده وابتدي اغسل الرز واسقطه ايه على الميه. طبعا بصوا الميه مطلعه بخار معانا كده بتغلي كويس جدا. انا غسلت الرز غسله حلوه قوي، اللي هي كوبايه الرز حطيتها مع الميه بس فقط لا غير، ما عملتش اي حاجه. ماشي. وهبتدي طبعا اغطي ايه، اغطي الحله علشان تبتدي ايه، يبتدي الرز يستوي كويس. بعد الرز ما يستوي كويس هبتدي احط مقاديره بحاجتي، بس لازم تثقوا كل الثقه ان الرز اتسلق واستوى. مش لازم يبقى مهري خالص او مثلا مش باينه رزايه في الرز بلبن، لا، لازم تكون رزايه باينه يعني. ما تسيبوهوش ولا هو ناشف في كسره كده زي ما بيقولوا، ولا يبقى طري قوي. وطبعا الحله دي زي ما قلت لكم قبل كده، الفتحه اللي هي فوق دي طبعا هي بتطلع البخار الزياده اللي جوه. يعني الحلل التانية اللي كانت عندي اما اغطي، لو مثلا هسلق فراخ هسلق لحمه هعمل اي حاجه تملي، لازم تفور وتطلع وتبهدل البوتاجاز. دي الصراحه الحلل الجرانيتي الجديده ديت بصراحه مريحاني جدا جدا في ان انا عايزه اسلق حاجه. وطبعا انتوا فاهمين لما بتغطي الحله السلق بيبقى اسرع والسوا بيكون افضل. انا بغطيها ومش بقلق خالص موضوع الفوران الحاجه دي. وهقول لك حاجه كمان برضو نصيحه، الفتحه دي ما تحطهاش ناحيه وشك ولا ناحيه ايدك، مكان لازم تلفيها زي ما انا لفيت كده الغطا، تلفيه الناحيه التانية. طبعا انا كان عندي لبن في الفريزر ال2 كيلو دول، قلت طبعا ايه مش هينفع يتحطوا بتلجهم مع الرز، مع انه ممكن يسيح عادي بسهوله مع الرز يسيح وتمام يعني فله وقشطه. بس قلت الافضل ان انا ايه، ان انا اغليه الاول وبعدين ابتدي اضيفه على الرز. هو في حد قال لي انت ممكن تحطيه بتلجه عادي، ما ايوه ماشي عادي، انت ممكن لو انت مستعجله حطي عادي، ما تغليش هنا وتسوي هنا كله في حله واحده. بس انا بقى ايه، حطيت الكيسين اهو زي ما انتم شايفين. بعد ما يتغلى خالص ويسيح، او ممكن ما يتغلاش او بس يسيح، تبتدي تحطيه على الرز ياخد غلوه كده، عشان انا بحب تملي ايه، لازم الرز ياخد كده غلوه مع اللبن. الرز نفسه بيشرب اللبن بيبقى افضل. مش مثلا اول ما تحطي الرز واللبن عليه تروحي ضربه على طول عليه النشا والكريم شانتيه والكلام ده كله، لا. كل حاجه ليها دورها ووقتها. عايزه تطلعي الحاجه مظبوطه تعمليها بقى حتى وانت كمان مبسوطه، هتحسي الحاجه طالعه مظبوطه معاكي وجميله. اهو كده هسيب بقى اللبن مع نفسه يسيح زي ما انتم شايفين كده، يفك خالص على النار. وهبتدي طبعا ايه، اضيفه على الرز بعد ما يستوي كده. الواضح ان الرز ايه، دخل في السوا خلاص. هوريكم الرزايه بتبقى عامله ازاي. بصوا بقى اللهم بارك، بصوا البخار طالع، تقولي ايه دي؟ عشان شيء بقول لك الحله بتحتفظ بالبخار بتاعها. كده انا وصلت للنتيجه اللي انا عايزاها بتاعه الرز. شايفين انتوا شكله؟ طبعا انا بعرفه من شكله بما اني بعمله كتير رز بلبن، فانا عارفاه من شكله. مش لازم اجربه ولا احطه مثلا تحت سنتي تمام ولا لا، لا مفيش الكلام ده ولا بدوق. انا عارفه مقاديره وعارفه الخطوات بتاعتي بتطلع معايا مظبوطه. ولازم تقلبيه علشان الرز بيلزق في الحلل. يعني بتعملي مثلا رز بلبن في حله ألمونيا، خدي بالك قوي قوي عشان ممكن يشيط منك، او حله ستانلس. الحله الستانلس دي لا يجوز فيها خالص الرز بلبن، ولا المحشي ولا الرز العادي ولا العدس ولا الحاجات التقيله المتقلات دي، بيشيط منك. اقصى حاجه تعملها في الستانلس اللي هي السلق، تسلقي لحمه تسلقي فراخ كده. طول ما انت حاطه الرز على النار تقلبي علشان ما يلزقش منك وتبوظي الطبخه كلها. وحطينا اهو السكر كمان، كوبايه ونص سكر، وهنقلب. انا بحب قوي احط السكر وهو لسه اللبن هيبتدي يتجانس مع الرز، ليه؟ عشان يسيح بسرعه. انا ممكن احط مثلا السكر ده في الاول خالص او احطه في اخر حاجه قبل النشا، لا انا حطيته بدري شويه علشان خاطر يسيح معانا، لان السكر خشن وبيغيب قوي في الذوبان. ومعلومه هقول لك معلومه دلوقتي، انت لو عملتي رز بلبن وحسيت ان هو لزق منك في قعر الحله، ما تقلبيهوش، تفضيه في حله تانية
وتسيبي اللي لازق ده لازق زي ما هو، لانك انت لو قلبتيها تطلعي اللازق ده او الشايط اللي تحت دوت، فالرز كله عندك هيبوظ، بوظتي اللبن وبوظتي الرز والسكر. فليه بقى؟ لا، ننقل الرز في حله تانية ونكمل سواه وكل حاجه ونحط التانية في الحوض خلاص. انا بقى بعمل ايه بقى؟ النشا بدوبه ازاي؟ بجيب نص كوبايه ميه او لبن يعني عادي، بس انا جايبه هنا نص كوبايه ميه، حطيت معلقتين نشا، حطيت باكوين الكريم شانتيه، حطيت باكوين الفانيليا، وبديها تقليبه وحلوه كده محترمه في الكوبايه. بعدين بضيفه ايه على الرز. لما بتضمني ان الرز خلاص تجانس مع اللبن وتمام وفل وقمر 14، لازم ياخد غلوه كويسه جدا الرز مع اللبن في الاول والسكر طبعا. وعايزه اقول لكم برده حته تكه كده من بتوع اسماء، انا لما بحط الكريم شانتيه وبحط النشا وبحط الفانيليا وبقلبهم بيبقى شكل كريمي كده. الشكل الكريمي ده هو دي النتيجه اللي انا عايزه اوصل لها، بيبقى احسن، يبقى احسن. وبعدين اعمل زي الايس كريم. في ناس وهي مش غلط برضو، الحركه مش غلط، بتدوب النشا بس في اللبن او في الميه، والكريم شانتيه بيترش على وش الحله كده والفانيليا، وبعدين بتقلبيهم وبعدين بتنزلي بالنشا في الاخر خالص، برضو مش غلط. بس انا بالنسبه لي الافضل ان انا احط الاول الرز يتسلق، اللبن نمره 2 اللبن يتحط عليه يتغلى، ويتحط معاه السكر بتاعه وتدوبيه لحد ما توصلي للنتيجه اللي انت عايزاها. وفي الخطوه الاخيره بتروحي كبه حاطه فوقيهم النشا والحاجات دي. اول ما بتحطيهم خلاص بيبتدي بقى ايه الرز بلبن قدامك يتقل من ايه؟ من النشا مش من الكريم شانتيه. بصوا بقى دي بقى النتيجه اللي بقول لكم عليها، اللي انا وصلت لها، قعدت اقلب فيها لحد ما وصلت للنتيجه الجامده دي. عايزه اقول لكم بجد كريمي قوي قوي، مش محتاجه تحطي لا قشطه ولا غيره، كده كده اوريدي اللبن دسم يعني، مش اللبن اللي هو العلب، مش هقول اسامي طبعا ولا علب ولا الكلام ده، لا لبن اللي هو السايب ده بيبقى طالع منه قشطه كتيره جدا، مش محتاج تحطي قشطه زياده يعني. هو كمان الكريم شانتيه مظبط الدنيا ومظبط المسائل. واحنا عشان مش بنحب الرز بلبن يبقى محلي قوي، بتحطي كوبايه ونص بس، عايزاه محلي شويه حطي كوبايتين. كده انا وصلت للنتيجه اللي انا عايزاها وخلاص، كده الرز بتاعي خلاص ماشي وبدأ يمسك اهو. وبصوا الكبشه، انا عايزه اوريكم الكبشه بتاعتي مكسوره، بس انا بحبها جدا جدا جدا، بعشقها دي، عشان بصوا ليها ايه، ليها بوس كده من الجنب، بتساعدني ان انا لو غرفت مثلا رز بلبن احطه في السلاطين او في البولات ما بينزلش بره. هي صغنطوطه كده حجمها صغير وليها بوس كده من الجنب، بتسهلي اول غرف زي كده بالظبط، ما يطلعش بره خالص الرز او اي حاجه بقى، عامله جيلي بقى، عامله كاسترد، عامله اي حاجه، بتبقى مساعداكي جدا جدا. محتفظ بيها. عايزه اقول لكم عندي السيليكون، عندي الخشب، عندي اللي هو اللي بتاع طقم يعني معدن بتاعي اللي هو الستانلس، عندي مش ما عنديش، بس انا دي الوحيده اللي محتفظه بيها، دي من زمان، يمكن من ساعه ما اتجوزت هي دي معايا من زمان بجد. هنا بدات اغرف اهو، بصوا الطريقه اصلا تحسي ما بتوقعش بره. يعني في الحاجات التانية عايزه اقول لكم كنت ببقى حايسه بقى البوتاجاز ومش عارفه ايه وكده، لكن لا دي كانت مساعداني جدا في الغرف. وبعد ما اغرف خالص، عايزه اقول لك لو انت وصلتي للخطوه دي او للنقطه دي اللي في الفيديو، يا ريت ما تنسينيش بلايك، ما تنسينيش بدعوه حلوه، ما تنسينيش بكومنت تحفيزي، ولو ما اشتركتش في القناه يا ريت تشتركي، وطبعا تتابعيني. وانا بشكر كل متابعيني، وعايزه اقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه 2024، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله تبقى سنه سعيده عليكم باذن الله. وايه كمان، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو جديد في قناه يوميات اسماء عدلي. وكملوا بقى الحته الباقيه بتاعت الفيديو في هدوء. يلا باي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.